بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرف لي وسعادة لي كبيرة وأيما سعادة أن أزوركم وأزور هذه الجالية الطيبة المؤمنة المسلمة الثابتة الصابرة المتمسكة بدينها. المتمسكة بدينها القاصدة إن شاء الله أن تنتفع بهذا الدين وأن تنفع به هذا البلد. ولا أخفيكم أنه مش انتم اللي محتاجين أن نحن نزوروه، حنا اللي محتاجين نزوروه. ما عرفتش نفهم، حنا محتاجين نزوروه لكي نطمئن على مصاري الأمة وعلى مصاري هذا الدين، بل لكي نطمئن على مصاري البشرية، وهي تحتاج إلى معاني وقيم وأخلاق هذا الدين العظيم وهذه الأمة العظيمة. واسمحوا لي بداية أن أقول لكم يعني لا أريد أن أتدخل في شؤون الجالية، فقط أريد أن أسأل: هناك فتوى فقهية تمنع النساء أن يكونوا بجانب الرجال؟ إذا لم تكن هناك فتوى فقهية تمنع أن يكون النساء بجانب الرجال فأكرموهن وأعطوهن مكان يليق بالنساء كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعوني، إن قوة الإسلام ليس في جدرانه وليس في حجره وليس في لباسه، وليس يعني في أن نعزل بعض عن بعض الآخر. قوة الإسلام في عقيدته وفي قيمه وفي أخلاقه وفي مبادئه هي التي جعلته رغم كل ما تتعرض له الأمة الإسلامية اليوم الإسلام قوي وينتشر. وأنا أقول لإخواني وأخواتي ولآبائي وأمهاتي: قبل سنوات لم نكن شيئا، سأتكلم بنحو واحد منه، لم نكن شيئا، لم يكن لا هذا المكان ولا هذا العدد الطيب الرائع ولا هؤلاء الأطر ولا هذه المراكز ولا هذه المؤسسات، سواء كانت مؤسسات مدنية أو كانت مؤسسات رسمية. وأريد أن أكون معكم صريحا: أموال الأمة التي تسيرها الدول هي ملك للأمة، من حق الأمة أن يكون لها نصيب في هذه الأموال ببناء المراكز. إذا ما كانش الدولة المغربية التي عليها أمير المؤمنين والتي تنشر الإسلام في العالم وحمت الإسلام أيام زمان عندما كان الشرق يحترق، وهي الآن تنفع الإسلام في أوروبا وفي إفريقيا، إذا ما كانش الدولة المغربية ويرأسها أمير المؤمنين أن تؤسس المراكز الإسلامية، ماذا ستفعل هذه الدولة؟ بل بالعكس، نحن نريد أن يكون مركز في كل حي، تكبير، وأن يكون في كل مدينة. بالعكس، دور الدولة الإسلامية أن تقيم بين الناس العدل والخير، وأن تقيم أيضا الدين، وأن تؤسس له المؤسسات، وأن تبني المساجد، وأن تكون الأئمة، وأن تكون الأطر. ولذلك الأفكار ديال أنه هذه المراكز تابعة الدولة عندك ولا تابعة المؤسسة، غلط. الدولة دولتنا، والشعب شعبنا، والمؤسسات مؤسساتنا، والسفارة سفارتنا، والإدارة إدارتنا، والأمن أمننا، والدرك دركنا، والوزارة العدل وزارتنا. خصنا نغيروا المنطق. مشى هذاك الزمن اللي كان فيه القطيعة بين الدولة وبين الشعب، بل قطيعة بين الدولة والمجتمع. غدا إن شاء الله غتكون محاضرة وستتكلم عن هذه المعاني، لأنه هذه الدولة باش كتمشى الإخوان ديالي والأخوات، لا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي العالم، باش كتمشى هذه الدولة؟ كتمشى بالضرائب ديال الشعب، وما نعطيوش الضرائب ما يبقى لا وزير ولا مدير ولا سفير ولا قنصل ولا حتى واحد خدام. فبالضرائب وبالعمل اللي كيقوم به الشعب تتقوى المؤسسات ويؤدى أجور هؤلاء. فالدولة في خدمة المواطن وفي خدمة الشعب. هذه الروحية
الجديدة التي تسري في بلدنا وتسري في البلدان الإسلامية. بعدما كان المنطق السابق أن الدولة تقهر المواطن والدولة تحقر المواطن والدولة بعيدة عن المواطن، الآن هناك تحول حضاري، الدولة في خدمة المواطن، الموظف في خدمة المواطن، السفير في خدمة المواطن، القنصل في خدمة المواطن، الوزير في خدمة المواطن، إنما نحن أجراء عند شعبنا وعند المواطنين. هذا المنطق. إذا أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه المؤسسة وهذه المراكز نطلب المزيد ونطلب المزيد. بالعكس، نحن نريد أن تكون الميزانية ديال هذا الشيء ميزانية كبيرة. مؤخرا اتخذ قرار في الحكومة أننا نزيد في المنحة اللي كتعطى للمدارس العتيقة والمؤسسات ديال التعليم العتيق، راكم تابعتوها. إلى هذو اللي كيقرؤون القرآن، كيعلمونا الدين، كيعلمونا القيم، يعني إلا ما كناش غنتهلاو فيهم، فين غنتهلاو؟ إلا ما كناش هاد المراكز وهاد المؤسسات غنقويوها ونكونوا بجنبها، لما غنخليوها؟ ولا سيما اسمحوا لي، ونحن الحمد لله في هذا المكان اكيد اغلبيه مغاربه، ولكن معنا الحمد لله المسلمين من دول اخرى، ولذلك نحن امه واحده وان فرقت بيننا الحدود. اسال الله ان تفتح باش ما تبقاش بيناتنا ان شاء الله، لنا امه واحده. فهذه المؤسسه من مؤسسه صحيح يشرف عليها المغاربه، لكنها للجميع. احنا هذه المؤسسات يجب ان تتقوى ويجب ان تشتغل ويجب ان تعمل ويجب ان نثق فيها ويجب ان يكون بيننا التعاون. ما صنعت المذاهب الفقهية إلا للتراح في الإسلام، ماشي للخصومة. من فضل الله على الأمة أن هناك المذاهب، لأن ما يصلح للمغرب قد لا يصلح للأفغاني، وما يصلح للأفغاني قد لا يصلح للفرنسي. ولذلك ليس هناك لباس موحد عند المسلمين. لباس المغاربي شو لباس ديال الأفارقة؟ واش الأفارقة النيجيريين غير سبحان المغرب؟ يمكن. من يظن بأن اللباس واحد عند المسلمين فهو لا يفهم الإسلام. ولباس التركي ماشي بحال اللباس الماليزي، واللباس الماليزي ماشي بحال اللباس ديال الأسترالي، واللباس ديال الفرنساوي. يعني ماشي ضروري، لكن الله خلقنا ألوان وأشكال وألسنة مختلفة وجعلها معجزات. ومن آياته من معجزات الله عز وجل اختلاف ألوانكم وألسنتكم. ولو شاء الله لجعلنا لسانا واحدا ولونا واحدا وشكلا واحدا وطولا واحدا لو شاء. لكن الله سبحانه وتعالى من حكمة من عنده ومعجزة من الله أن نوع البشر وخالف بينهم وجعلهم شعوبا وقبائل بثقافتهم بطريقة عيشهم ليتعارفوا. معنى ليتعارفوا اللي تفسروا الأئمة ماشي باش يقولوا سميتك جاك ولا محمد، قالوا باش يتعارفوا، لا، ليتعارفوا لكي ينشروا المعروف. هذا هو المعنى ليتعارف، ماشي باش يتعارفوا سميتك جاك ولا سميتك، يعني لا، المعنى ديالها لكي ينشروا المعروف في البشريه، يتنافسوا على المعروف. ما يصنعه الفرنسي قد لا يصنعه الدنماركي، وما يصنعه الدنماركي قد لا يصنعه الامريكي، وما يصنعه الامريكي قد لا يصنعه المغربي، وما يصنعه المغربي قد لا يصنعه. لكن كل امه وكل مجتمع يساهم في هذه الحضاره الانسانيه لكي تتقدم الى الامام، لكي تحقق مراد الله في الانسان ان جعله خليفه في الارض. خليفه في الارض لكي يعمرها ولكي ينشر الخير ولكي يحارب الشر ولكي ينفع الانسان وليكرم عبد الله وامه الله. هذا المنطق. ولذلك الحمد لله روح جديده. ولذلك الاخوان ديالي والاخوات، كوني مغربي ولا جزائري ولا تونسي بالعكس اعتز بمغربيتي، لكن اعتز باخوتي مع اخي الجزائري واخي التونسي. اعتز بلغتي لكن انفتح على لغات الاخرين. اعتز بانتمائي وباصالتي لكنني انفع البشريه والحضاره. خص الدنمارك يحسوا باننا نحن خير لهم ولسنا شرا لهم. خصهم يحسوا، ما خصش تجي المتاعب عندنا لهؤلاء الناس. ماشي كما يقول البعض انما هي رحله تقضي حاجتي في هذه الدول ثم انتهي. هذه الدوله كما كان الحال احتضنتنا ورعتنا وتعطينا ربما حقوقنا اكثر من دولنا الاسلاميه. يجب ان تجد فينا رحماء لهذه الدول، ان ندعوهم الى الاسلام، ان نحافظ على امنهم، ان نحافظ على سلمهم، ان نحافظ على استقرارهم، ان كما نساعد المسلمين نساعد حتى النصارى الذين يحتاجون الى مساعده وغيرهم. هذه روح الاسلام. ولذلك الاسلام ما فيش طائفيه، ما فيش
فيش العرقيه، ما فيش الاثنيه، ما فيش الحدود، فيه الاخوه. هناك الاخوه الدينيه وهناك الاخوه الانسانيه. الاخوه الدينيه اخوه الاسلام، والاخوه الانسانيه اننا بشر خلقنا الله عز وجل من سيدنا ادم يعني ومن امنا حواء، هذه هي البشريه، فنتعاون ونتعارف فيما بيننا. ولذلك اشتغلنا بهذا المنطق على اننا اليوم ننفع انفسنا وننفع من حولنا. كنا متاكدين ما عمرنا نقوم قابلين الامور الصغيره، واش كتصلي بالطلق ولا بالقبض ولا بالسد، واش كتصلي بالجلاوه ولا كتصلي بالفوقيه، نتيه في امور صغيره، لان ربي عطانا مهمه ان نكون خلفاء في الارض، ان نكون مؤتمنين على رساله هي احسن خاتم الرسالات، ان نكون من ورثه سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ربي طلعنا فوق وحنا مشغولين من تحت. ما عرفتش نفهم كلامي. ربي رافع بينا، رافع بالرساله اللي عطينا، رساله كبيره وعظيمه، وشرفنا بهذا الاسلام. كان ممكن نكونوا كفره، لكن يسحب لكم القضيه راه مش سهله، كان ممكن ما نكونوش مسلمين. هذه رحمه من الله، وهذا فضل من الله، اكرمنا بهذه الرساله وجعلنا من المسلمين، ليس بذكاء منا ولكنه بفضل من الله، وعطانا هذه الرساله الكبيره والعظيمه. احنا مشغولين بامور صغيره جدا. اليوم امر كبير ان تبنوا هذا المركز ان شاء الله، هذا امر كبير. نقوم شغورين واش الشرع نديروه صفر واخضر، نقوم ضاربين دايرين مجلس يبقى جالس 40 يوم هو كيناقش واش الشرع نديروه في 4 متر ولا في 2 متر. اسيدي راه نبنيو لنا المركز، الله يجعلو ما يكون بلا شرع، بعد نتفقوا نديرو الشرع. لذلك انا ما كنرجع بغيت نقول للاخوان ديالي خصكم تكونوا فرحانين بات هذا الشيء اللي ذكرتو يا اخي الكريم، المشاكل اللي تكلمتوا عليها واللي تكلم عليها الاستاذ، مشاكل كاينه، ولكن قارنوها مع كيف كنا. انا عشت في كندا، كنا نصلي في قاعه كانوا كيعطيوها لنا النصارى في الجامعه. انا كنت الكاتب العام ديال الجمعيه ديال الطلبه المسلمين في كيباك، كانوا كيعطيونا قاعه فين كانوا كيصليو المسيحيين، ما كان عندنا والو، وبقينا غاديين كلينا واحد الدار كنتلاقاو فيها المركز الاسلامي. لا كيباك وما ادراك ما كيباك، في كل مدينه في العالم صوت الله اكبر مركز اسلامي. قبل ايام فتح المركز الاسلامي الكبير في ستراسبورغ، وقبله المركز الكبير في ليون، وقبله وهي ايام يعني خير يتلوه خير يده خير، وامه تاتي بعد امه، وجيل بعد جيل، وعطاء بعد عطاء. ما تكونوش يائسين، تفائلوا الى النيه ديالنا مزيانه، تقولوا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، اطمئنوا. حتى واحد ما كان كيقول بان الامه غتزول علينا الغمه، تبقيت كما اشار كلشي كيفهم الله غالب. باقي كنذكروا كنا كنقولوا الامه الاسلاميه تودع عليها، انتهت. ياك كان هذا الشيء كنا كنقولوا ما كاين، صافي الظلم والقهر والجبروت صافي انتهت الامه. فاذا بها تنبعث من جديد من دوله صغيره اسمها تونس، لتنطلق الشراره في الامه لكي يبحث الامه العربيه والامه الاسلاميه اليوم عن نموذج جديد. ندعو الله ان لا يتربص بها المتربصون كما يفعلون الان ببعض الدول الاسلاميه، لان ما بغيش هذا الشيء ينجح. ندعو الله ان هذا الشيء ينجح ويبقى الاستقرار، ونبقوا موحدين ونبقوا اقوياء، ونخرجوا من الدماء والاشلاء، ونبني الحضاره ونبني العلم وننفع البشريه وهي تحتاج الينا. وفي كلام بعض الاخوه انا ما تذكرتش واش استاذي اشار الى قضيه الشيخوخه في اوروبا. اقتصاديا اوروبا تحتاج الينا، حضاريا اوروبا تحتاج الينا، علميا اوروبا تحتاج الينا. فقط في الجانب الاقتصادي اوروبا ستحتاج في ال20 سنه المقبله الى عشرات الملايين من العاملين والمهندسين والتقنيين، لان ما يمكنش تجيبها من عندها، لان هي تشيخ اوروبا. نحن لا نرجو لها ان تشيخ، لان المؤمن لا يرجو الشر لغير المؤمنين، لما المؤمن يواجه من يعاديه، اما من بينك وبينه امان فلا ترجو له الشر. الشيء اللي تعلمناه في القران الكريم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الدوله والامه اللي ما كتحارب شيء، بالعكس ربي ما كينهبش قصد انك تتعامل معاه مزيان وتتعامل معاه بالمعروف، وانما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. هذوك هما اللي كيحاربونا واللي كيغزيونا واللي كيظلمونا واللي يواجهونا، ولكن العالم ما كيواجهنا. نحن لا نرجو الشر لاوروبا، ولكن هذا مسارها، اختارت ان لا تحافظ على الاسره، اختارت
أن تشجع زواج الذكور فيما بينهم والنساء فيما بينهم، اختارت ألا تعطي أهمية للطفل، اختارت أوروبا هذا الاختيار وهي تندم عليه اليوم، لأن أوروبا تشيخ بسرعة كبيرة، بسرعة كبيرة، عندما لم تحافظ على الأسرة، لأن هذه الأسرة ماشي واحد المرة اسمحوا لي لو قلتها رشقت أبونا يعني آدم رشقت له باش يتلاقى مع أم نحل، تلك سنة الله في خلقه، أراد أن يلتقي الرجل مع المرأة ليكونوا أسرة لكي تستمر الحياة ولكي تستمر الحضارة. لكن عندما دمرت الأسرة إنما حضارة تمشي وتذهب وهي الآن تشيخ، إن دول ستنتهي بعد 50 سنة. ولذلك يحتاجون هذه الملايين، عشرات الملايين، من يجيبوها؟ من الأحسن يجيبوها مع الحكومة الإسلامية، من الأحسن يلقوهم في أبنائنا وبناتنا اللي هنايا. هذه الملايين ديال المسلمين كونوا علاش نلقوهم من هادو تعرفوا الدنمارك، تعرفوا السويد، ويعرفوا فرنسا، ويعرفوا اسبانيا، تعرفوا لغتهم وثقافتهم ومشاكلهم، وبالتالي مازال ان شاء الله ستعطون لهذا العالم. اطمئنوا، انتم لا تنفعون فقط الجاليه، انتم تنفعون الجاليه وستنفعون ان شاء الله اوروبا. اقنعوا اوروبا واقنعوا الدنمارك بانكم خير لهم، واقنعوهم من خلال الحوار اللي تكلمت عليه اخي الكريم، من خلال التواصل اللي غديروا مع المؤسسات، ان لهم في خير ان يعينوننا على تربيه ابنائنا، لاننا نحن امه ولود، وما نلده في هذه الارض هي في مصلحه اقتصادهم وفي مصلحه مؤسساتهم وفي مصلحه تنميتهم. بس اللغه الحضاريه تتغير. احنا ما جايين فقط عيد الدين بمعنى يدخل في الاسلام، لا بد ان ندعو لاسلامنا في الخير والبركه، احنا جايين لهم الخير حتى التنميه ديالهم، والا ستنهار هذه الدول، ونحن بدانا نلاحظ بان اقتصادهم ينهار. لذلك نحن عندنا ما نقول لهذه ولذلك تطمئنوا وابشروا انتم في الطريق الصحيح، هذا بفضل الله. ويمكن كاين بعض الاباء ديالنا اللي كانوا كيصلوا واحد اللي كيقول لك يصلوا ما يربحش، ما عرفتش، اكيد كاينين، اكيد انهم اللي كيشوفوا هذا الخير لا شك ان تدمع عينهم وهم يرون هذا الخير، وهم يرون ابنائهم يشرفون على هذا الخير، وهم كانوا يتمنون ان يجدوا مكانا متر مربع يتلذذوا فيه الصلاه. هذا خير والحمد لله، مازال الخير موجود، لذلك لا تيأسوا. عندكم دور كبير. انا نقول لكم نصيحه صحيحه، انا وزير وغتطرحوا عليا غدا التسجيله وغديروا مع النقل وغديروا مع الخط، حنا غنديروا جهد. نحن ما تحملنا المسؤوليه اننا نقوم بدورنا وبواجبنا، ان وفقنا فذلك من الله، ومن توفق سياتي من هو خير منا. انما هي ايام على الكرسي وتمضي. المهم ماذا اتركت بعد هذه الايام؟ هذه الثقافه اللي كتحكمنا الان في هذه الحكومه، ونحن كوزراء تلقيناها من القران الكريم والسنه النبويه ومن التربيه المغربيه الاصيله. انما هي ايام وستمضي. وزير نهار الحد وسيمضي يوم الاثنين. رئيس الجماعه نهار اثنين ونهار ثلاثه تشرح الجماعه. هي ايام، بل حياتنا كلها ستمضي وسنغادر هذه الدنيا. المهم شوف الانسان شنو كيعمل. حنا غنديروا جهدنا معاكم ومع الشعب المغربي ومع الامه والعالم كله ينظر الان الى التجربه المغربيه. غدا نتكلم على هذا الشيء بالتفاصيل، كيفاش جالسين كنغيروا مع امير المؤمنين الله يوفقه الله ينصرو باش نعطيو واحد النموذج هادئ متوافق عليه نتقدم الى الامام بامكانيات قليله، ولا نريد ان تسيل الدماء كما لا نريد ان تسيل في كثير من الدول العربيه والاسلاميه. شان ندخلوا عليه ان شاء الله بالتفاصيل. هي ايام ستمضي، لذلك الانسان عليه ان يعطي. انا بغيت نقول الاخوان ديالي ديال الجاليه، عندكم ثلاثه ديال الادوار اساسيه. انا ما عطيتكمش دروس، انا هذه الفتره اللي دوزت سنتين ونصف في كندا بغيت نعطي فيها بعض المعاني لاخواني واخواتي. كنت كنقول لك كيف كنساي انا حتى تجي المغرب، نساي المغرب شنو يعطيني ونساي مصر شنو يعطيني، راه ما غادي نوصل والو. علاش؟ ماشي هما ما باغيينش، حيت لعل المشاكل كبيره، كتكون عندنا مشاكل كبيره كتبقى تخلي المشاكل الصغيره تنبع على حساب كل شي واحد كيف. ولينا كنطرحوا على انفسنا سؤال: اش غنديروا حنا الجاليه باش نكونوا اقوياء؟ حنا نفرضوا راسنا على الحكومه المغربيه. الجاليه تفرض نفسها على الدوله ديالها. وإلا بغيت واحد المثال، كاين جوج ديال الامثله ديال الدول الاسلاميه درسوهم: الجاليه الماليزيه والجاليه التركيه. الجاليه التركيه ما سميتش الدوله التركيه، الجاليه التركيه غيرت الدوله التركيه. ما عرفتش تعرفوا هذا المثال ولا ما تعرفوش. عندما كان مشكل في تركيا، الجاليه التركيه في اوروبا وبالضبط في المانيا ساهمت في الاصلاح وفي التغيير في تركيا. ساهمت في تطوير الصناعه في تركيا. ساهمت في تطوير
ان شاء الله سياتي دور مصر هي اللي جايه ان شاء الله. هذه الامه تنطلق من جديد، يعني نسال الله ان يحفظها من كل الشرور. السؤال الاول ما هو دورنا في ان نتطور كذلك؟ السؤال الامر الثاني وهذا مهم، ثم في الظلمه يعني نقول لك خصنا نفكروا فيها من الان. قد يقع تحول في اوروبا اللي غيدفع الجاليه ما غترجعش للمغرب والجزائر، غيدفع الجاليه تجي عندك. واحد العدد ديال ابناء الجاليه من اسبانيا وايطاليا وربما من فرنسا وغيرها، يعني لا يصطلح عليها باوروبا المتوسطيه، اوروبا ميديترانيه، لانهم غادي يجيو للفوق. تنظن بداو كما قال كيفاش خصنا نديرو باش خوتنا ما يضيعوش؟ كيفاش نديرو باش خوتنا ما يضيعوش؟ كيما نجي احنا واحد النهار ولقينا شي